طيب ندوق بقى الفراخ بقى، ندوق الفراخ الجميله، نشوف كده الطعم مع شويه بقى صوص بتوعها. حلوه قوي بجد. انا نسيت ان انا بصور. بصوا شايفين الصوص؟ احنا في الصيف مش عايزين بقى نقف في المطبخ كتير ولا عايزين حر كتير، فالاكلتين دول مع العيش والمخلل هيبقوا حلوين جدا. شويه سلطه، يبقى انت كده عملتي معاهم الواجب النهارده. رهيبه، فعلا رهيبه والله. لو ما جربتوهاش هتخسروا كتير. انا طول ما انا ماشيه داخله المطبخ خارجه من المطبخ عماله اكل فيها. اول حاجه بقى هنبتدي بيها الفراخ. هنجيب حله هنحط فيها نص معلقه من السمنه، وهنجيب بقى الفراخ اللي عندنا. انا عندي هنا دبابيس، هبتدي ان انا انغزها كده زي ما انتم شايفين. السمنه هتسخن كويس جدا والحله تسخن، اروح منزله الفراخ مديها صدمه. طب انا ليه بديها صدمه؟ عشان تاخد لون وما اضطرش ان انا بعد ما الفراخ تستوي ارجع احطها تاني في الفرن. لا، انا مش عايزه استخدم الفرن النهارده خالص. فزي ما انتم شايفين كده هتتشوح على الجنبين وتاخد صدمه، تاخد لون ذهبي حلو. وبعد كده بقى هنبتدي ان احنا نحط الفراخ الدور التاني بقيه الفراخ ونشوحها برده بالشكل ده. استخدمي اي قطعيه انت عايزاها، فراخ كامله عادي، وراك عادي، دبابيس عادي. هجيب بقى في نفس الحله اللي انا اديت صدمه فيها للفراخ، هننزل بقى بايه؟ بالفلفل الالوان، اخضر واصفر وحته من الفلفل الاسكندراني، بتدي تست كده سبايسي سيكه بس بسيطه يعني. هبتدي ان انا اشوحها كويس. بس اقول لكم على حاجه، انا مش عايزه الفلفل بتاعي يتهري، لا انا هديله مجرد بس تشويحه كده ياخد لون مش اكتر، تمام؟ عشان ما يتهريش معايا. بعد كده بقى هنزل بالطماطم، طماطمايه واحده وفلفلايه خضراء واحده ونص فلفلايه صفراء او ربع فلفلايه صفراء على حسب الكميه اللي انت هتعمليها. بعد كده بقى هنزل بالبهارات بتاعتي، حوالي ربع معلقه كده او نص معلقه من الملح. الملح ده طبعا بيبقى حسب الرغبه يا جماعه وحسب الكميه اللي انت بتعمليها. وكمان نص معلقه من الفلفل الاسود، تمام؟ والرشه كده يعني ربع معلقه من الكمون، هتديلها برده تست حلو، تمام. الكينج بقى بتاعنا هنا ايه؟ البابريكا المدخنه. انا لازم تستخدمي بابريكا مدخنه في الوصفه دي، وخصوصا مع الفراخ. البابريكا المدخنه ما ينفعش ما تبقاش في بيتك الصراحه. من ساعه ما اكتشفتها وانا بحطها في كل تتبيلات الفراخ، طعمها بيبقى فعلا روعه. هقلبهم كده كويس واروح منزله الفراخ تاني في الخلطه اللي انا عملتها دي. هتستوي في قلبها ومش هنحط لها ميه ولا اي حاجه. احنا يا دوب بس هنخلي النار تكون متوسطه، مش واطي قوي عشان ما تنزلش كل الميه اللي فيها، ولا عاليه قوي عشان ما تتحرقش. وهغطي عليها وهسيبها كده لمده نص ساعه على استوت وبقت زي الفل، تمام كده. لو انت عندك فراخ كامله طبعا هتسيبيها وقت اكتر. هنيجي هنا بقى للكبده الفراخ الجميله البسيطه، زي الفراخ برضو اللي عملناها بالظبط، بسيطه جدا بس طعمها روعه. هنجيب بصلتين لنص كيلو كبده، هنجيب بصلتين وسط واقطعهم جوليان زي ما انتم شايفين كده بالشكل ده، شرايح يعني، تمام. وهجيب بقى الكبده بتاعتي، هكون غسلاها ومنضفاها كويس جدا، وهبتدي ان انا اقطعها بالمقص. بلاش يا جماعه تقطعوا الكبده بالسكينه لانها بتتهري. هقطعها بالمقص على شكل كده مكعبات، هي مش صغيره قوي ولا كبيره قوي، تمام. هجيب بقى الطاسه بتاعتي، هحط فيها نص معلقه من السمنه وانزل فيها بالبصل، رشه ملح عشان الملح بيخلي البصل يدبل معاكي، وفي نفس الوقت عينك ما توجعكيش من البصل وتقعدي تعيطي. بس كده هقلبه لحد ما يتشوح وياخد لون دهبي بسيط قوي بالشكل ده. انا مش عايزاه يدبل خالص عشان احس بطعمه في الكبده. هبتدي بقى ان انا انزل بالكبده بتاعتي كلها في الطاسه، وتكون على نار عاليه عشان انا عايزه الكبده ما تنزلش ميتها. عايزه الكبده بتاعتي تتشوح، تبقى كبده متشوحه مش كبده مسلوقه، تمام. بس هنزل كده بقى بكل الكبده بتاعتي، وزي ما قلت لكم على نار عاليه. ويا جماعه بجد الاكله دي حلوه قوي، ما بتاخدش وقت، جنب رغيفين عيش وشويه مخلل وشويه سلطه وخلاص على كده. هبتدي بقى ان انا اقلبها وهتبقى دخلت في السوا خلاص. هسيبها بقى لحد ما تدخل في السوا على نار متوسطه برده. هوطي بعد كده على نار متوسطه، انزل بقى بشويه ايه؟ شويه بقى فلفل اسود وشويه ملح، بسيطه جدا. وزي ما انتم شايفين اكلتنا خلصت، وفعلا الاكله دي احلى من روعه، يعني اعلى من الروعه نفسها، تمام. زي ما انتم شايفين كده الفراخ استوت. بصوا الدبوس العظمه ظهرت، معنى ان العظمه ظهرت يبقى الفراخ بتاعتي استوت.
ولا احتاجنا ان احنا نسلقها ولا احتاجنا ان احنا نحطها في الفرن. وزي ما انتم شايفين كده الاكله بتاعت النهارده ما بتاخدش وقت فعلا، هي من الاكلات اللي تنفع جدا في الصيف وفي الحر اللي احنا فيه ده. ويا ريت لو فيديو النهارده عجبكم ما تنسوش تعملوا لي لايك، لان فعلا اللايك بيرفع الفيديو، بيخلي الفيديو يتشاف اكتر، فبالتالي انتوا كده بتشجعوني. وكمان ما تنسوش تعملوا سبسكرايب لو انتوا اول مره تشوفوني على اليوتيوب، ومتابعه للصفحه لو انتوا اول مره تشوفوني على الفيسبوك. بس كده اشوفكم الفيديو الجاي على خير، وباي باي.